القدوة. القدوة يعني ايه قدوة؟ القدوة يعني حد مؤثر في مكانه، مؤثر في مجتمعه، مؤثر في بيئته، بيشتغل من غير ما يكون منتظر اي حاجة من حد. الحقيقة القدوة احنا عملناه عشان بنقول ده بس الامل، بس الامل عند كل مواطن مصري، عند كل مواطن بيخدم بلده، عند كل مواطن بيقدم اللي عليه. احنا بنقول له لا احنا شايفينك، مش بنقول له ان الدولة شايفاك، بنقول له ان احنا لا بنقدر شغلك. يعني ايه؟ يعني لازم يكون انت حد من الناس اللي بتشتغل بدون انتظار مقابل. عشان كده بنقول القدوة هي بس الامل عند كل مواطنين وعند كل ابناء الشعب المصري. احنا بنشتغل على القدوة من خلال معايير ومن خلال نظام تقدر تخاطبنا. لو انت شايف نفسك قدوة خاطبنا، انك تقول لنا انا قدوة او انا عايز ابقى اتقدم في البرنامج. طب لو حد من حضراتكم شايف ان هو عنده نموذج للقدوة، نموذج للقدوة ده ممكن يكون في قرية، ممكن يكون في نجع، ممكن يكون في محافظة، ممكن في اي مكان، وممكن يكون مش شرط بقى القدوة يكون شخصية كبيرة ومعروفة، لا احنا بندور على القدوة ايا كان هو. ممكن يبقى عسكري مرور، ممكن يبقى مدرس، ممكن يبقى مزارع ربى اولاده وكبرهم وعلمهم وكان نموذج لان هو يكون قدوة بنى للدولة المصرية. ممكن يكون اي حاجة، ممكن يكون طبيب، ممكن يكون ضابط، ممكن يكون مهندس، ممكن يكون حد عمر في البلد، ممكن حد ادى للبلد بدون مقابل. هو ده اللي احنا بندور عليه. عشان كده بنقول ايه المعايير اللي احنا بنشتغل عليها عشان القدوة، ان هو يكون اول حاجة ان هو يكون شخصية مصرية حقيقية، بيكون مؤثر في محيطه، مؤثر في مجتمعه. يعني ممكن المحيط اللي هو الصغير بتاعه ده او في المجتمع كله، يعني احنا ما عندناش مشكلة خالص هيكون ايه. ونفس الوقت بنقول ان هو يكون بيتمتع بخلق، بيتمتع بقيم، بيحافظ على مبادئ معينة، مش منتظر حاجة. ودي الاهم، ان هو احنا بندور على الشخصية الوطنية، المواطن القدوة اللي هو بيشتغل ومش منتظر. احنا بنقوله لا احنا بندور عليك. عشان كده احنا عملنا ايه؟ عملنا لجان في كل المحافظات، عملنا لجان في كل المحافظات تنزل تدور على القدوة بالبلدي كده، زي ما نقول ايه، بننكش عليه في كل في حته في مصر، بننكش عليه في كل خرم في مصر، بحيث ان احنا نقدر نوصل لنماذج ونقول هي دي القدوة. مش القدوة فلان اللي عامل تيك توك، ولا فلان اللي عامل مش عارف ايه، ولا فلان اللي عامل ايه. القدوة ده ممكن يكون شخصية ناجحة، شخصية ناجحة قوي، ممكن يكون شخصية مؤثرة جدا، بس مش ليه اهداف بيقدمها، ليه حاجة بتفيد المجتمع بيعود عليه. بالشرط ان هو يكون مثلا بيشتغل ببلاش، لا ممكن يكون مثلا مدرس بياخد حاجه رمزيه، ممكن يكون طبيب بياخد حاجه رمزيه، وممكن يكون اي حاجه تانية. اللي انتوا شايفينه ساعدونا، وانتوا لو ساعدتونا احنا هنساعدكم. احنا عايزين نكون، احنا دلوقتي بدانا احنا والاتحاد الاقليمي للجمعيات والمؤسسات في الجيزه، احنا ضربنا ضربه البدايه. دي يعني معناها ان احنا منتشرين، ومن خلال كل علاقاتنا وكل منسقيننا وكل اولادنا اللي موجودين في المحافظات هنبدا ندور على المواطن القدوة. ساعدونا في ان احنا نتواصل معاكم. عندكم اكتر من طريقه احنا اعلنا بيها على صفحاتنا، ان انتوا تتواصلوا معانا وتبعتوا لنا. اللي شايف ان في نموذج قدوه قدامه يبعت لنا، اللي شايف ان في حد يعرفه وشايف ان هو ده نموذج قدوه يبعت لنا، واحنا مستنيين. وان شاء الله يبقى لنا لقاءات تانية نشرح فيها تفاصيل اكتر من كده، وهيبقى في تكريم. على فكره اوعوا تكونوا فاكرين ان احنا بنقول هندور بس، لا احنا هندور عليه ونجيبه ونكرمه ونديله شهادات ودرع وفلوس، وهنظهره ونسلط عليه الاعلام عشان نقول ان في ناس في البلد دي قدوه. مش شرط يكون من الناس اللي هي التفاهات. وده احنا بنحارب بيه ايه؟ بنعوده الى القيم تاني. احنا بنقول تعزيز القيم تاني، هي ده اللي احنا بنحافظ عليها عشان نحافظ على الثقافة المصرية الأصيلة. تحياتي لحضراتكم، كلام خفيف مع أحمد الشريف.